جحد النعم والتنكر لها سبب لزوالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير عند الإمام أحمد: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعمة شكر وجحدها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه من نعم الله، نعمة الجماعة، ونعمة الدعوة الصافية النقية، ونعمة المال، ونعمة الأولاد، ونعمة الصحة. كل هذه نعم إن لم تشكرها وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها سلبت منك. فليستعد كل من جحد نعمة الله وتنكر لها وقابلها بالجحود ليكن مستعدا ليوم القيامة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله سائله عن أسباب التي ترك الخير وتنكر لنعم الله ماذا عسى أن يجيب. فلذلك معاشر المسلمين علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن لا نزدري نعمة الله. خطبة الجمعة من دار الحديث بمدينة السعادة رأس عمران لفضيلة الشيخ عبد الغفور بن علي السقاف اللهجي حفظه الله، والتي كانت في 21 من شهر صفر لعام 1447 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى قص لنا في القرآن قصصا كثيرة كي نتعظ بها ونعتبر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هذه القصص قصة قوم سبأ، هذه القصة العظيمة التي فيها من الدروس والعبر والمواعظ لمن اعتبر. ومن لم يعتبر بغيره فبمن سيعتبر؟ والموفق والسعيد من اعتبر بغيره. يقول الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم وهل نجازي
إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. هذه القصة العظيمة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها إنما أخبرنا لنتعظ بها ولنأخذ الدروس منها. قوم سبأ، وما أدراك ما قوم سبأ، كانوا يسكنون في اليمن في بلد مأرب، وفقهم الله في زمنهم ببناء السد العظيم، ذلكم السد الذي يجتمع فيه من الماء الكثير، ألهمهم الله لبنائه، فكان يجتمع فيه الماء ثم يسيل في ذلك الوادي، فكان سببا لكثرة الأشجار والزروع والثمار، حتى كانت جنتين عن يمين الوادي وعن شماله، وكان الرجل أو المرأة يسيران أو يسير الناس في هاتين الجنتين والزنابيل على رؤوسهم، فتسقط الثمار دون أن يقوموا بجنيها، فما يخرج الواحد إلا وقد امتلأ زنبيله بأنواع وأشكال من الثمار والفواكه وغير ذلك. فكان لزاما عليهم أن يشكروا نعمة الله، هذه النعمة العظيمة، وأن يقابلوها بالشكر لله سبحانه. الشكر الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. لكن على العكس قابلوا نعمة الله بالكفر والمعاصي وغير ذلك. فماذا كان؟ أرسل الله لذلكم السد العظيم الفئران، فبدأت تنخر فيه وتأكل فيه، حتى جاء الوقت الذي ينهدم ذلك السد بهذا المخلوق الضعيف، كأن الله سبحانه يقول لهم أنا قادر أن أهدم هذا السد الذي بنيتموه بأحقر وأضعف مخلوقاتي، والله على كل شيء قدير. وفي لحظة كانوا فيها في غفلة وكانوا في بيوتهم، إذا بذلكم السد ينفجر فيخرج منه الماء كالجبال والأمواج العظيمة، فيلتهم تلك الجنان وتلك الأشجار، فتذهب في لحظة واحدة بقدرة الذي يقول للشيء كن فيكون. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، فماذا كان؟ فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، والخمط هو الأراك، خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط الأراك، والأثل وهو شجر معروف لا ثمار فيه، والسدر وهو فيه شيء من الثمار، ولكن عقوبة لهم جعل السدر قليل عقوبة لهم. كذلك نجزي كل كفور. هذه عقوبة من كفر النعمة الحسية أو المعنوية. فنعم الله كثيرة، نعم دنيوية ونعم دينية، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها.
أن تشكر النعمة الحسية والنعمة المعنوية. يمن الله عليك بنعمة الدين، ونعمة الاستقامة، ونعمة الدعوة الصافية النقية، فتذهب وتبدل هذه النعمة وتجحد هذه النعمة التي كنت فيها، فتسلب منك إذا لم تشكر الله، إذا لم ينتفع الناس بما أنعم الله عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير عند الإمام أحمد: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعمة شكر، وجحدها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. هذه من نعم الله، نعمة الجماعة، ونعمة الدعوة الصافية النقية، ونعمة المال، ونعمة الأولاد، ونعمة الصحة. كل هذه نعم إن لم تشكرها وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها سلبت منك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم وأقرهم عليها ما بذلوها، فإنهم منعوها أخذت منهم وأعطيت لغيرهم. اعتبر يا أيها المسلم أن أي نعمة لا تنتفع بها ولا تنفع غيرك بها ولا تشكر الله عليها أنها ستسلب منك دون رضاك، لأنك لم تتعامل بهذه النعمة على وجه المطلوب الذي أراده الله، ولم تشكر الله سبحانه، وذهبت يمنة ويسرة، وأعرضت عن الخير الذي أنت فيه وعن النعمة التي أنت فيها. وأعظم من ذلك أن تتنكر للنعمة فتذهب وتصفها بأوصاف قبيحة وتجحد نعمة الله عليك، تبرر انتكاستك وتبرر العقوبة التي حلت بك بسبب عدم شكرك وبسبب معصيتك. تذهب وتطعن في النعمة التي كنت عليها وتذكرها بالنقص والتقليل والتحقير والعيب وغير ذلك. هذا من أعظم الجحود لنعم الله، أنك تتنكر لها، وأنك تجحدها، وأنك تعيبها. فلنتق الله فيما أنعم الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله علينا بنعمة الدين، ونعمة الدعوة الصافية، ونعمة المال، ونعمة الأولاد. هذه نعم عظيمة يجب علينا أن نشكرها بطاعة الله لا بمعصيته. يجب علينا أن نشكرها بأن نتحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، تتحدث، تحمد الله حتى تبقى. ولذلك قال من قال: النعمة مقرونة بالشكر، إن شكرت قرت، وإن جحدت فرت. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله في هذه الآيات وفي قصة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها
ليالي وأياما آمنين. يخبر الله عما أنعم الله به على قوم سبأ أن جعل بينهم وبين القرى الأخرى جعلها ظاهرة يأمنون في السير إليها، ويسهل عليهم الوصول إليها، وأنهم يسيرون فيما بين قريتهم وقراهم إلى الأخرى بأمن وأمان. فماذا قالوا؟ وانظروا إلى المدبرين وإلى المدبر الذي يكون في خير وعافية ونعمة فيذهب ويطلب عكس ذلك. ماذا قال هؤلاء؟ أنعم الله عليهم بقرى ظاهرة واضحة سهلة الوصول، السير إليها بأمان، فقالوا ربنا باعد بيننا، ربنا باعد يعني فرق بيننا وبين القرى، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فطلبوا المفارقة وأن تكون بينهم وبين القرى مسافات ومفاوز وقفار. هكذا هو المدبر الذي يكون في نعمة وفي خير فيطلب عكسها، ويطلب الخراب لنفسه والخوف لنفسه والغلق لنفسه، بعدما كان في أمن وأمان، بعدما كان في ألفة ومحبة ورحمة وصفاء ونقاء، ذهب يبحث عما يكون سببا له في الخوف والغلق والإحباط النفسي والخراب والدمار. هكذا هو المدبر، وهكذا هم المدبرون الذين يجحدون نعمة الله ويطلبون عكسها. فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كانوا مجتمعين وكانوا متقاربين، وكان الناس لا يتحدثون عنهم إلا بخير، لكن لما جحدوا نعمة الله وكفروها ولما طلبوا غيرها جعل الله حديث الناس عليهم، جعل حديث الناس عليهم يتحدثون عليهم. انظروا ماذا فعل هؤلاء، ماذا صنع هؤلاء، يسهرون وسمرهم في الحديث عليهم. وهذه عقوبة أن يلوكك الناس بألسنتهم ويتحدثون عليك على وجه الاستنقاص والاحتقار. هذه عقوبة. لذلك عاقبهم الله وجعلهم الله سبحانه حديث الناس، ويسهرون ويسمرون على الكلام فيهم بعد أن كانوا في مأمن وأمان ولا يذكرون إلا بخير، إذا بهم لا يذكرون إلا بالشر والتحقير وحديث الناس عليهم على سبيل التمزيق وعلى سبيل الاحتقار. ومزقناهم كل ممزق. هذه عقوبة أن مزقهم الله وفرق فيما بينهم بسبب إعراضهم وجحدهم لنعم الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه من أعظم العقوبات. ثم بين الله ما السبب الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه مع ذنوبهم: اتباعهم للشيطان، اتباعهم لشياطين الإنس والجن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه اتبعوه قرقر في آذانهم: افعلوا كذا، قولوا كذا، إلى غير ذلك، حتى أنساهم نعمة الله عليهم وأنساهم الخير الذي هم فيهم، وحقر الخير الذي معهم، وظنوا أن الخير عند غيرهم وأن الأمن في خلاف ما هم عليه، فقرقر وأزهم حتى كان ذلك من أسباب أن الله سلب
الخير الذي كانوا فيه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، ما كان عنده حجة حتى يتبعوه، ولكنها الأهواء، ولكنها حظوظ الأنفس، ولكنها الوسوسة، ولكنها المعاصي، وما كان له عليهم من سلطان، إلا لنعلم ممن يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها، وربك على كل شيء حفيظ. الله يحفظ أعمالنا، إن خيرا ستحفظ خيرا، وإن شرا والعياذ بالله ستحفظ شرا، حتى يوم الجزاء. فليستعد كل من جحد نعمة الله وتنكر لها وقابلها بالجحود ليكن مستعدا ليوم القيامة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله سائله عن الأسباب التي ترك الخير وتنكر لنعم الله، فماذا عساه أن يجيب؟ ماذا عساه أن يجيب؟ فلذلك معاشر المسلمين علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وألا نزدري نعمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو دونكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. انتبه أن تنظر دائما لمن هو أعلى منك، قد يكون في عقوبة، قد تكون كثرة المال عقوبة له، وقد تكون العافية عقوبة له، وأنت الفقر ربما خير لك، والمرض خير لك، يكفر الله به عن سيئاتك، يبدلك الله يوم القيامة خيرا عظيما. فلا تزدري نعمة الله، لا تحتقرها، فتنظر دائما إلى من هو أرفع منك حتى تكون مثله. ما يدريك أن تكون هذه عقوبة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. فانتبه، وعليك أن تشكر الله على القليل وعلى الكثير، وأن تداوم على شكر الله، وأن تحمد الله على نعمه، فإن ذلك سبب لزيادتها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولأموات المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تقودهم إلى الخير والرشاد. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين المستضعفين في السودان وفي فلسطين وفي غزة. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم. اللهم أفرغ على قلوبهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ونصارى وملحدين ورافضة ونصيريين ودروز مجرمين. فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، سدد رميتهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم كما طهرت بلاد الشام من الرافضة الأنجاز، فطهر بلادنا اليمن من الرافضة الحوثيين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.